جوال ورا بعضها، جول ورا الثاني ورا الثالث، نفس اللعبه. ايه ده فريق ايطاليا، ده منتخب ايطاليا اللي بيلعب. السرعه، شوف اللونج باس بتعمل ازاي. اسامه حسني المره دي ما راحش في التسلل، رايح واخد المدافع معاه، صعب يلعبها، لكن لامح شايف مين اللي في ظهره، شايف فلافيو عملها له بكعب رجله. فلافيو لقاها سهله حلوه، حطها بشكل جميل جدا. والهدف الرابع سيرك، نصبوا السيرك النادي الاهلي. مفيش كلام مفيش كلام، بنلعب. ننتظر بوتريكا الهدف الاول للاهلي المصري. كوره من محمد بوتريكا بالفعل كانت بمثابه ضربه جزاء. هذا اللاعب اللقاء يتواصل، وهنا التواصل مع عشاق المستديره في الاي ار تي في هذا النقل المباشر الحصري. شوف الكوره، ضربة معلم بالفعل ممتازة جدا. اذا انا تساءلت على البونت وعلى مشواره الافريقي هذا العام، يجد نفسه متخلف في النتيجة. حتى مباراة الشانتي اللي خسرها في كوماسي كان متقدم في المرتين. واحد توصل لشاوي، شاوي على طول سريعة، وجد له الحل طارق سعيد. طارق سعيد بيعمل كروس وملعب له خطره جول اللي عملها طارق سعيد، عملها شيبنج حلوه قوي، بتعدي اخر مدافع وتابعها حلوه فلافيو، ما جاتش قويه لكن كان حظه حلو ان احمد الجواشي اخطا. طول جماهير مصر دايما وجماهير النادي الاهلي انها بدات تمشي مع فلافيو. شوف اتحرك حلو قوي، اللي اداله الجول ايه؟ التحرك اللي عمله، انه ما لعبهاش من وضع ثبات، لعبها من وضع حركه. اهو جاي واخد يمكن خطوه بدري قبل المدافع، حطها وكانت الكوره اسرع. وشايف في ال81 براسية غالة عصام الحضري ورياض شيتوس. شيتوس يلعب كورة، الاهلي يحاول يتفادى خسارته الثانية في المجموعة، امكانية والثاني يلعب ضربة جزاء. يا اهلي العب يا اهلي، الوقت الضايع. صفاقسي الان ممكن يخاف من سيناريو لا يحدث في الكرة الافريقية والعربية الحقيقة، يحدث الا في الكامب نو في مباراة مثل مانشستر بايرن 99. يعني الاهلي يتعادل الان ويفتك الكرة وافضل من مكان ل2-2. يتقدم بوتريكا ويسجل ويتعادل. كانت سهلة ايضا للجواوي، مثل هي السهولة للحارس المصري عصام الحضري. 6 دقائق في الوقت البديل، بوتريكا يسجل 2-2. ثنائية لبوتريكا، 11 نقطة اهلي، 12 نقطة السادس هيكسي او السي اس اس. اثارة ما بعد اثارة، هي اللحظات الاخيرة. لا بكمل بقى، لا بيعيدوها والله، لكن برضه مكررة. وهوبا يلا جول بقى، هوبا جول، يلا جول يلا جول يلا جول كبير. ابو تريكة نفس اللعبة اتعملت في الوقت دي، وسابها عماد متعب واتلمست له بشكل رائع جدا. وابو تريكة يتابع ويسجل هدف جميل، هدف نموذج من اللاعب الكبير ابو تريكة. برافو طارق سعيد، واتعملت جميله جدا من عمرو سماكه لابو تريكة. الوان 3 رائعه مقربين لبعض. شوف طارق سعيد بيعملها شيبنج جميله، وسماكه يا دوب لمسها صح. سماكه ما يقدرش يشوط مننا، جسمه مش معدول. طبعا مانويل جوزيه، مباراه كبيره مش سهله. ابو تريكة بذكائه وكعب رجله حلوه قوي. طارق سعيد كل عرضيه حلوه دي على الامام، هوبا يلا جول هو جول ملعوب. صاحب مزاج، لعيب عالي جدا. شوف طارق بيعملها دايما، شوف عماد عمل ايه اهو، خد الخطوه قبل المدافع. المدافع هنا يا جماعه اقرب مدافع، في 3 مدافعين، 1 2 3، هو راح على الاولاني اهو، خدها منه على الاول. اقرب مدافع يعني لما اتحرك داس في ال3 دول، عدى من ال3 دول وبسرعه بيسلم الكوره تاني، بيستلم منه اسلام. ابو تريكة عدى، ابو تريكة في وسط 2 بيزقها لنفسه، بيكمل من الثالث وبيكمل للرابع. ابو تريكة لكن ضاغطين عليه، عملوا بوكس على ابو تريكة. يلعبها طارق، المهاره العاليه. ابو تريكة بيمتص كويس قوي، عدى بمهاره مش ممكن. الراجل ده ساحر بيعمل حاجات جميله يعني. هو بيمسك كوره كده زي الراجل اللي بيعزف لحن كده، بيمتع الجماهير. ابو تريكة شوف باصص فين وعامل ايه، يعني باص في مكانه واخده في فرقتين كبار زي ما قلت لحضراتكم، انما اللي هيتفوق تكتيكيا ممكن. وعلي خطره
لوحده، جول لوحده من الفاولات اللي ما حدش بيلمسها. الهدف الاول النادي الاهلي جت بكره ثابته اتلعبت، هي ما حدش لمسها ليه؟ لان فلافيو هو رايح عمل ايه؟ عمل قفل زاويه الرؤيه، قفل على حارس المرمى احمد الجواتي. مسافات الجواتي. ابو تريكه اللي لعبها يعتبر الهدف لابو تريكه، يعتبر لابو تريكه لان فلافيو ما لمسهاش خالص، وهدف للنادي الاهلي. الكاميرا جايه على ابو تريكه يتحسب له الهدف. اشويه ملعب راس شادي محمد، كرة طويلة في عرض الدفاع التونسي، لمسة من عماد متعب، مرتدة، تصويب، جول الهدف الأول للنادي الأهلي. محمد أبو تريكة يخطف الهدف، هدف غالي جدا، فرحة كبيرة في الجهاز الفني للنادي الأهلي، والمايسترو محمد أبو تريكة بكل تأكيد يفاجئ الجميع ويسجل الهدف الغالي، هدف قاتل، هدف تراجيدي. قلنا مشاهدينا الكرام ستكون النهاية تراجيدية، ستكون النهاية دراماتيكية على أحد الفريقين. وهذه الكرة المرتدة يسارية قاتلة جدا من محمد أبو تريكة في شباك الحارس أحمد الجواشي، وهدف ل0 للنادي الأهلي. هدف والله بصراحة قاتل على الدفاع التونسي. شوف بدون مراقبة، على طول محمد أبو تريكة يدوية. والمصرية بصفة عامة كرة طويلة من بشير المشرقي. ونهاية المباراة مشاهدينا الكرام بتتويج النادي الأهلي للمرة الخامسة في تاريخه، يعادل الرقم القياسي لنادي الزمالك، 5 ألقاب للنادي الأهلي، والنادي الصفاقسي يفشل بالتتويج. ألف مبروك بالطبع لكل عشاق النادي الأهلي والكرة المصرية بصفة عامة، حظ أوفر للنادي الصفاقسي. وهذه هي الكرة دائما تبقى لا تقبل، لا تعترف بالمستحيل. مانويل جوزيه فعلها أخيرا، تمكن من وضع اللمسات الأخيرة لقلب المعطيات لصالح النادي الأهلي. ألف مبروك من جديد للنادي الأهلي والنادي الصفاقسي، أكيد نشكره على كل